اليوم ال15 من التحدي وده مفيش أي مقدمات. وأنا بعمل الفيديو ده النهاردة كنت باخد رأي واحد صاحبي، المعلم عيسى طبعا. قعد يقول لي ايه اللي انت بتعمله ده، وايه المحتوى التافه اللي انت بقيت تعمله ده. حتى انت كنت الاول بتقول هتشارك، يعني على الاقل في الاول احنا بنبتدي ان احنا نعمل فيديوهات، بعد كده نعدل فيها. ايه طيب ايه الكلام، هتفضل كده دايما؟ بعد كده فكرت في كلامه الصراحة، هو اعطاني كيل شوت في دماغي قتلني. بس عادي يعني، اخونا عيسى يعني مننا وعلينا. قعدت افكر كده مع نفسي، هو انا فعلا كنت بادئ عشان كده اعمل محتوى وخلاص وابقى قدام نفسي راضي نفسي ان انا بعمل محتوى وخلاص؟ فين القيمة اللي بتقدمها؟ فين الفايدة اللي انت، يعني فين الحاجة اللي انت بتفيد بيها الناس؟ حتى لو معلومة انت قلت بسيطة او اللي انت بتتعلمها، يا عم بلاش تدي معلومة للناس، المعلومة اللي انت بتستفاد بيها كل يوم. انت كده بترضي نفسك وبترضي ضميرك انك هتعمل اي حاجة. انت بتعمل فيديو دقيقة تمنتجه وتنزله وشكرا على كده، مفيش اي تطور، مفيش اي فكرة جديدة. طبعا انت عارف جلد الذات، بس فعلا اللي هو فين؟ انا كنت عاوز اتطور، طيب ماذا بعد؟ مفيش اي تطور. حتى لو في تطور باين، بس انت قيمة المحتوى بتقل جامد قوي. طيب وبعدين؟ فالصراحة قعدت مع نفسي كده، واللي هو فكرت الوهلة، فكرت مع نفسي، حسيت ان انا برضه ضميري. يعني انا مش بعمل فيديوهات عشان انا عاوز اعمل فيديوهات، انا بعملها اللي هو اريح ضميري ان انا عملت الفيديوهات بس. عامة مفيش اي فايدة بتخش عليا، ولا حتى كنت بتعلم مونتاج مثلا، بحاول اظبط الايديت شوية، بس برضه يعني بعمل حاجات بسيطة جدا لا تذكر يعني. الفيديو ده يبقى كده، مفيش اي حاجة اقولها، بس دي يعني انا بواجه نفسي ان الفترة دي ما كانتش اللي هو انا برضي ضميري وخلاص. حتى انا اخر 3 4 فيديوهات بعك الدنيا خالص، لو ما كانوش كلهم يعني. بس فحبيت يعني اقول المعلومة دي لنفسي عشان افوق يعني. وان شاء الله اللي جاي اقوى، بس احنا بنحاول على الاقل نظبط الدنيا في الاول كده، ان احنا نبتدي اصلا نعمل. فالحمد لله ان احنا ابتدينا، فمش عاوزين نبوظ الدنيا بقى، فهنظبطها باذن الله. يلا سلام.